هاي بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا اسمعين شهرزاد، هاد أول بودكاست إلي على قناتي. أنا من الجزائر وقررت أني أجرب أحكي بلهجة بيضاء لحتى هاد البودكاست يقدروا أنه يشوفوه يعني كل بنات العرب ويفهموني شو عم قول. وكمان يعني بدي أتواصل معكم كلكم، مو بس اللي بيفهموا لهجتنا من الجزائر. أولا بدي أحكي لكم كيف جاءتني الفكرة لحتى أبتدي في هذا البودكاست. يعني أنا من شي فترة شوي قصيرة اكتشفت شو هو شغفي، واكتشفت أنا شو بدي وشو بحب. أوكي، وكيف اكتشفت؟ يعني من لما وأنا صغيرة دايما أي معلومة أو أي إشي بتعلمه أروح لحتى أخبر به أي حدا. يعني أي معلومة بحب إنه كل البنات أو كل الناس اللي معي بيستفادوا منها. فقررت إني بما أنه أنا بحب هالشي وبحب الجانب النفسي، يعني اللي بيحكي عن العلاقات، التغيير، يعني كمان العقل كيف بيشتغل، كل هاي المواضيع أنا يعني مايلة لها أكثر. فقلت ليش بما أنه أنا في مرحلة التغيير ومرحلة التطور، يعني أنا لساتني في منتصف الرحلة، فقلت أني أعمل بودكاست أي إشي بتعلمه بفيدكم منه. وكمان بعرف أنه أنتوا بتعرفوا كتير من الأشياء، في بنات يمكن أنه وصلوا لتقدير الذات لكتير من الأشياء اللي بدي أنا أوصل لها. فلذلك قلت أنه بفتح قناة بحكي مع البنات، بستفاد منهم وبيستفادوا مني. إن شاء الله هاي الرحلة بتكون يعني جيدة لإلكم، تستفادوا منها وأنا بستفاد منها كمان. اللهجة تعبتني من البداية، بس اعذروني لأني أنا لساتني بالبداية. هي حسيت إنه إجا في خاطركم، خاصة للناس اللي ما بتعرف جزائري، تسمع اللهجة الجزائرية. فرح أقول لكم هلأ جملة، لأنه أنا لو عم بتفرج على بنت بدي أفهم يعني كيف لهجتها الحقيقية. فرح أقول لكم هلأ جملة، مثلا أهلا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بدي أحكي لكم شي صار معي اليوم، راح أقولها لكم بالجزائري. كي راكم الشيرات؟ إن شاء الله تكونوا غاية. اليوم غادي نحكي لكم واحد الاستوار صارت معايا، على بالي ما فهمتوش. المهم، وعلى بالي بلي كاين بزاف شيرات هنا جزائريات تما غادي يفهموا. بعرف انه في جزائريات راح يفهموني. اوكي، هلا راح نبتدي بالموضوع اللي كان ودي اني ابتدي بيه، وراح اقول لكم ليش. كتير فكرت شو هو الموضوع اللي لازم اني ابتدي بيه، وكتير احترت. شو عملت؟ جلست مع حالي وفكرت شو هي اول نقطة كانت منها أنا ابتديت إني أتغير، منها ابتديت إني أتعلم. شو هي أول نقطة؟ فاكتشفت إنه النقطة الأولى اللي هي، راح أحكي لكم تجربتي بعدين تعرفوا شو هي. أنا من يعني بحياتي كلها لما ابتديت بسن المراهقة وابتديت إني أكبر، دائما كنت أجرب وعندي فضول كبير أني أطور من حالي، أتعلم لغة جديدة، أتعلم كثير من الأشياء وأغير عاداتي السلبية وأكتسب عادات إيجابية. هذا كان أكثر إشي أنا بديه. فدايما كنت عم أشوف حالي أنه أنا عندي أهداف وبدي أحققها وبدي أوصل لكثير من الأشياء، بس دايما بالرغم من أني أنا عم حاول، والله يا بنات دايما كنت عم حس حالي أني أنا تايهة، دايما أحس حالي أنه أنا ضايعة، دايما عم أرجع لنقطة الصفر. بالرغم من أني كنت مرهقة في هذيك الفترة، تعبانة، بفكر كتير، خايفة من المستقبل، كل هالشعور كان فيني في هذيك الفترة. مرة كنت عم اسمع بودكاست، لأنه أنا كتير مهووسة وبسمع كتير البودكاست. فكنت عم اسمع بودكاست لبنت، وهذيك البنت قالت إنه إذا بدك إنك توصلي لأي إشي بدك توصلي له، لازم إنك تسمعي صوتك الداخلي. ففي هذيك اللحظة يعني مرت عليها الجملة مرور الكرام. ليش؟ لأنه في هذيك اللحظة أنا كنت يعني مفكرة إنه أنا سامعة صوتي الداخلي. كيف؟ قلت في قلبي في هذيك اللقطة إنه أنا بما أنه حاطة قائمة أهداف،
عم أجرب إني أوصل مثلا لهذا الشيء. مثلا أنا بحب بزنس، عم أجرب إني أفتح بزنس. بعدين اكتشفت إنه يعني فترة زمنية طويلة فاتت إنه الصوت الداخلي مو هو الشيء اللي أنا كنت مفكرة إنه هذا هو الصوت الداخلي. فاكتشفت، واللي اكتشفته راح أقولها لكم اليوم. والله يا بنات، هي النقطة بالذات هي النقطة اللي راح تبتدين بها. لو ما ابتديتي أو لو ما بدأتي بهي النقطة راح دايما ترجعي للصفر. فالنقطة الأولى اللي بدي أوضحها لكم اللي هي أصلا شو هو الصوت الداخلي، ليش نحنا نهمله وما نسمعه. يعني شو هو هذا الصوت اللي هو برأسنا، وشو الفرق بين صوتك الداخلي اللي يكون داخلك، وشو هو الفرق بين صوت الخوف اللي يكون داخلك وصوت الناس، وكيف فينا إنه نسمع صوتنا الداخلي. كل هاي الأجوبة راح أجاوب عليها في هذا الفيديو، فبسمنا إنكم تسمعوه للآخر لحتى تستفادوا كلكم. وكمان هاي السلسلة أول سلسلة أنا عم أعملها، فيها على ما أظن 4 أو 5 فيديوهات. كل فيديو راح أعطيك نقطة، هاي النقطة منها راح توصلي لأنك تفهمي حالك كبداية. أوكي؟ فبتمنى إنكم تستمروا وتسمعوني. فشو هو الصوت الداخلي؟ الصوت الداخلي هو مثلا لما تكوني تعبانة عيانة كما بنقولوا احنا بالجزائري، تحسي حالك انك مثلا بدك تعملي هذا الشيء، بس تحسي حالك انه صوتك الداخلي عم بيقولك انك انا محتاج اني ارتاح، او محتاجة مثلا بهالمشروع اللي بدي ابتدي فيه اني ابطئ، امشي شوي بشوي. فانتي شو راح تعملي؟ راح تتمشي مع انك لازم انك بسرعة، فهمتي؟ بس صوتك الداخلي بيحس بجسمك انه بدك ترتاحي. مثلا انتي بتحبي شخص، سواء كان يعني عزيز عليك، صديقة، امرأة، رجل، ما بهم، هداك صوتك انتي مثلا بتحبي وبدك انك تواصلي العلاقة، بس تحسي دايما في صوت داخلك بيقولك انه حتى لو هذا الانسان مثلا شكلها حلو أو العلاقة تبعكم حاستها إنه حلوة، بس هذا الإنسان ما نقلك، ما يناسبك. خاصة هذا نشوفوه في الصداقة أو في العلاقات الشخصية. يعني تكون عندك صديقة أنت بتحبيها وهي بتحبك، بس تحسي دايما إنك أنت بالداخل مانك مثلها، هي ما تناسبك، هي مو إنسانة مانا مليحة، بس ما تناسبك، فيها أشياء بتهبطك أو فيها كتير من المواضيع أو النقاط اللي ما بدي إني أتطرق لها هلا. يعني أنا أول إشي فهمته إنه صوتي الداخلي هو الصوت اللي أنا دايما ما بسمع له، هو إحساسي، ويكون على شكل شعور أو إحساس أو رغبة داخلية. مثلا أنت إنسانة بتحبي البساطة، بتحبي الشيء البسيط، يعني إنك تعملي عمل مثلا خياطة أو تكوني ربة منزل، تحسي حالك إنك بتحبي البساطة. بس تشوفي إنه العالم تبعنا بيفكر إنه النجاح هو إنك لازم يكون عندك هدف كبير لازمك تحققيه لحتى توصلي للنجاح الفلاني. فشو تصيري تعملي؟ ما تسمعي صوتك الداخلي اللي بيحب البساطة، تروحي تجري ورا هدف كبير ما بيشبهك. هاد هو الصوت الداخلي. شو أو ليش أنا ما بسمع صوتي الداخلي؟ ليش ما كنت بسمعه؟ أول إشي اكتشفته اللي هو أنا كنت دايما عم أكتب قائمة أهداف، هديك الأهداف جاهزة يعني مو مني. كيف؟ مثلا بشوف إنه في العالم تبعنا الماركتينج مثل هاي الأيام هو اللي بيعم يدخل فلوس، فأنا شو بعمل؟ أروح أجرب إني أعمل ماركتينج. أشوف إنه مثلا الملابس الفلانية هي اللي راهي موضة هي الأيام، شو بعمل؟ أروح ألبس الملابس الفلانية، مع إنه هديك الملابس ما بتشبه شخصيتي. فهمتوني؟ وكمان يعني توقعات الأهل والمجتمع. كيف؟ يعني من لما تكون صغير تشوف إنه أهلك دايما بيقولوا أنت لما تكبر راح تصير دكتور، فراح تكبر معك الفكرة إنك راح تكبري تصيري دكتورة. فلما بيفنى عمرك ويصير عمرك 40 سنة راح تكتشفي إنه أنتي هاي المهنة ما بتحبيها،
في كتير من الناس بعرفهم وسمعت عنهم إنه لما بيصيروا بعمر 40 أو 30 راح يتخلوا عن الوظيفة ويصيروا يبحثوا أو يكتشفوا أنفسهم بأنه يحبوا شيء آخر. فلذلك لازم الآن نميز بين هل هذا صوتنا الداخلي لحتى ما يفنى عمرنا بالطريق الغلط. بالنسبة للتوقعات المجتمع اللي قلت لك عليهم، مثلا مثل التخصص، بتشوفي كل الناس تقول إنه التخصص الفلاني هو الجيد، هو اللي فيه عمل، فأنت ما تتبعي حواسك، تروحي مع الإحساس الغلط، تروحي مع الناس شو بتقول أو شو هو التخصص اللي فيه العمل. مع إنه لو اخترتي الشيء حتى لو هذاك الناس ما بتختاروا، أنت راح تنجحي فيه لأنك بتحبيه. كمان لما تحسي مثلا حالك إنك لازم بدك ترتاحي، فشو تعملي؟ تقولي لا هذا كسل، لا أنا ما لازم أكون كسولة، لازم إني أشتغل وأعمل من 8 الصبح ل5 المساء. لا، صوتك الداخلي يقولك إنه لازم إنك ترتاحي لتكوني أكثر إنتاجية. فأنا شو بعمل؟ لا هاد كسل. كمان لما نهمله هي إنه نكبس مشاعرنا. مثلا لو كنتي حزينة أو غضبانة، شو تعملي؟ ما تروحي إنك تفهمي حالك، ما تجربي إنك تكتبي، ما تجربي إنك تسمعي لصوتك. لا، شو نعمل؟ نكون مشغولين بالتطور. لا أنا بدي أتعلم اللغة الفلانية، بدي أتعلم كذا وكذا وكذا، فشو بهمل شعوري، والشعور هو اللي بسببه أنا راح أنجح أو لا. يعني إن حالتي النفسية هي اللي بتحدد لي إذا أنا راح أنجح أو لا، لأنه هي عندها عامل كبير. هلأ راح أقول لك وما راح أطول عليك بنقطة صغيرة، شو الفرق بين صوتك الداخلي، صوت الخوف، وصوت الناس اللي بداخلك. مثلا لما تحسي حالك إنه في معلومة في رأسك إنه مثلا أنا فاشلة، ليش أنا ما بعمل هالشي، ليش كل الطاقات السلبية أو الكلام السلبي هو مانو من صوتك الداخلي. صوتك الداخلي هو اللي بيقول لك إنه أنتي لازم تنجحي، أنتي قدّ. بس يعني مرات بيكون صوت الناس وصوت الخوف أكبر. ليش؟ لأنه نحن ما بنفرغ هذا الصوت فيكون أكبر من صوتنا الداخلي، لهيك يأثر علينا. يعني نحن نصير ما نسمع صوتنا الداخلي، بنسمع فقط الأصوات الخارجية. مثلا مثل ما قلت لك المعلومة السابقة، إنه تحسي حالك إنه بدك تبطئي أو ترتاحي، فصوت الخوف شو بيقولك؟ لا راح يفوتك القطار، لازم تسرعي، المستقبل وكذا وكذا وكذا. الآن راح أقول لكم الخطوات اللي أنا اتبعتها لحتى حسيت إنه عم أسمع صوتي الداخلي ولو شوي في البداية. أول إشي كنت بعمله هي إني مراقبة نفسي. يعني كل اليوم عم أشتغل أشياء اليومية، شو بعمل؟ أجرب إني أراقب نفسي، أبقى يعني حاطة مخي أو فكري على أنا جسمي شو بده، أنا شو عم حس. مثلا براقب جسمي إنه هل أنا تعبانة، بدي أرتاح، أروح أرتاح. مثلا بجرب، والله يا بنات اكتشفت إنه عم أقعد بالساعات وأنا عطشانة بس ما بعرف، عم أقعد بالساعات وأنا جوعانة بس ما بعرف. فلما ابتديت إني أراقب حالي، دايما أشوف إني في طاقة غضب، فيني طاقة توتر، بدي أكل، بدي أشرب، بدي أرتاح. فدايما راح تصيري تلطفي، تكوني لطيفة مع نفسك. فهاد أول بداية. تاني إشي اللي عملته كتير فادني، والله بنصحكم إنكم تعملوه، شو هو؟ إنك تكتبي. ما تقولي لي شو بكتب، لأنه أنا في البداية لما ابتديت والله يا بنات ما كنت بعرف شو أكتب. أحط الورقة والقلم وابتدي شوف شو بدي أكتب. اكتبي أي إشي جرالك، أي إشي حسيتي إنك بدك تكتبيه، حتى لو كان إشي سلبي، إشي إيجابي، بدون فلتر. ما تروحي تكتبي بس الأشياء المليحة، لا، اكتبي مثلا إنه عم تحسي بطاقة غضب، أنا غضبانة، ليش؟ شو جرى لي اليوم لحتى أنا غضبت؟ أنا متوترة، حاسة اليوم بضيق نفس، حاسة اليوم إنه مثلا قمت الصبح بدري، وأنا يعني كان هدفي من زمان إني اليوم إني أقوم بدري. فشو أعمل؟ أكتب اليوم شو مر علي، شو عم حس،
اكتبي. وهاد بنصحك أكثر وقت يفيدك لما تكتبي لما تجي بدك تنامي. وكيف تكتبين؟ راح أقول لك الطريقة. حطي ورقة وقلم أو دفتر مخصص. كيف تبتدي تتعلمي إنك تعبري؟ شو تعملي؟ تبتدي إنك تكتبي شو عملتي اليوم مع مشاعرك اللي مريتي بها باليوم، مع الأشياء اللي حسيتي إنها زعفاتك، يعني زعلاتك باليوم. اكتبي، غلقي الدفتر، نامي أو قطعي الورقة وحرقيها أو ارميها. هاد تاني حاجة. ثالث حاجة، جربي إنك باليوم يكون عندك وقت مخصص مع نفسك، يعني بعيدا عن ضجيج الناس. إنك تحطي سماعات بودكاست، تعملي كاسة مي، تتمشي وتسمعي، حتى لو بالحوش. أنا بعمله بالحوش تبع بيتنا، يعني ما نو مشروط إنك تخرجي لبرا. فشو تعملي؟ إنك تكوني لحالك، أو حتى بدون بودكاست. انزعي البودكاست، هاد يعني يفيدك أكثر من إنك تسمعي بودكاست بإذنك أو موسيقى أو أي شيء. يعني كاسة مي أو شيء دافي تشربيه، تأملي، شوفي بالسماء، التنفس، هيك راح تحسي حالك إنك قريبة أكثر. وبدي النصيحة الأخيرة، لو ما عملتي هاي النصيحة اللي بدي أقول لك عليها، أنا كنت دايما عم أعمل هالغلط وأرجع لنقطة الصفر، اللي هو تصيري تحكمي على نفسك. يعني أنت باليوم تراقبي نفسك إنك فيك طاقة غضب فتنزعجي، ليش أنا غضبانة؟ هذا أكبر إشي، إنك تحكمي على نفسك، يعني تجوجيها. يعني أنتوا فاهمين، تحكمي على نفسك، أنا ليش فيني هالشعور؟ أنا ليش فيني هالطاقة الغضب؟ لما تيجي تكتبي في الكراس، راح لما تكتبي تشوفي إنه مثلا كتبتي شيء سلبي، يعني تبطلي إنك تكتبيه، أو تقولي أنا ليش يعني فيني هالكلام السلبي اللي عم أقول. لا، لما تحسي بشيء سلبي أو تكتبي شيء سلبي، شو تقولي؟ الجملة الوحيدة اللي لازم تقوليها إنه خلص عادي، أنا متقبلة نفسي، عادي، هاد شعور الغضب فيني من زمان أصلا، لازم إني أبلش إني أفهمه. عادي، كلمة عادي اعملي لها صورة حطيها أمامك. أنا غضبانة، عادي، معلش، أنا المهم فهمت إني أنا دروة هلأ غضبانة. وصلنا لنهاية البودكاست تبع اليوم. والله يا بنات كان ودي إن البودكاست يكون تبع اليوم يكون فيه فقط 10 دقائق، بس ما قدرت، عجبني الكلام. المهم راح أقول لكم إنه هاد أول نقطة، جربي اعمليها لنفسك، لأنه والله يا بنات لما ما راح تفهمي نفسك ما راح تفهمي أي شيء بالدنيا. اسألوني أنا كيف كنت، والله كنت عايشة في ظلام، الحمد لله. أنتي شو لازم تعملي؟ اعملي هذا الشيء الصغير بحق نفسك، لأنك دايما عم تعملي كتير من الأشياء بحق الناس وما تربحي شيء. فجربي إنك تعملي هالخطوات، جربي إنك تكملي معنا هاي السلسلة، لأنه في كل فيديو راح أعطيك نقطة واحدة فقط. هذا الفيديو اللي عطيتك 3 أو 4 نقاط كتار، بس انتي من الفيديوهات القادمة راح أعطيك نقطة واحدة فقط لتجربي إنك تفهمي حالك، وراح تشوفي كيف راح تحسي حالك أحسن بمليار مرة. إذا عجبك الفيديو، وهذا أول أصلا فيديو على قناتي، لا تنسي إنك تتابعيني لحتى يوصل صوتي أحسن ونساعد الناس. المهم